على طول معيّش الناس والteam كُلّه بلا استثنا في حالة توتر، لإن هو بيتغذى على الاستفزاز، ما بيعرفش يعمل حاجة غير كده، فهو بيقعد يستفزك علشان يغلّطك، حاسس إن في إضافة ليك والّا لأ؟ ده مهم أوي. أنا لو لاقي إن أنا النهارده لأ في إضافة واتعلمت حاجة، بقى عندي tasks معيّنة وأقدر أملى CV محترمة أودّيها في أي حتة فيقولوا لي لأ دي ليها weight، دي نقطة مهمة. في توتر وأنت متوتر وأنت ما بتتعلمش حاجة جديدة، وفي نفس الوقت ما فيش أي نوع من أنواع التقييم أو التقدير، طب أنا هاقعد أعمل إيه؟ ازيكم عاملين ايه؟ النهارده تالت حلقة لينا من السلسلة التانية في بودكاست ما وراء اكسودس. في السلسلة دي حبينا نركز عن الحياة العملية شوية اللي هي بتخص الشباب، وخصوصا الشباب حديث التخرج. عشان كده السلسلة دي سميناها بسوق العمل، واتكلمنا في أول حلقة عن ما بعد التخرج. أما الحلقة التانية فاتكلمنا فيها عن أول صدمة بنقابلها في الشغل، وإن أنا خصوصا ببقى زيرو خبرة. أما الحلقة التانية دي فخليناها بشكل لطيف جدا، وهو اسم يعني جذاب لينا وللمشاهدين، ان هو بالمدير التوكسيك. وافضل حد حبينا ان احنا يكلمنا عن الحلقه دي مستر بطرس، مدير الامداد والتموين في كبرى الشركات الغذائيه. اهلا بيك يا مستر. أهلًا بيك يا رنا، أهلًا بيك. قبل البدايه كده حابين نعرف يعني ايه مدير الامداد والتموين، يعني عايزين نعرف حاجه زي كده. بُص هو position ما بقالوش كتير اللي هو الsupply chain. الsupply chain دي بقت إدارة جديدة بتضم كذا حاجة مع بعض. هي إحنا مسؤولين عن من أول دخول المنتج، التعاقد عليه، وبعدين دخوله، وبعد كده تخزينه، وبعد تخزينه توزيعه على مستوى العربيات وبيعه، بس اوكي. طبعًا غير إدارة البيع. عشان كده أنا الإدارة عندي فيها أكتر من مدير، يعني في مدير المشتريات، في مدير مخازن، في مدير حركة، وفي مدير صيانة، وفي مدير logistics اللي هو مسؤول عن توزيع البضايع. تمام. طب بما ان حضرتك مدير طبعا، قبل ما تكون مدير أكيد كنت موظف، طبعًا. فأكيد كان في مديرين طبعًا بيرقصوا حضرتك، فإزاي كنت بتتعامل مع المديرين دول، خصوصًا لو المدير ده toxic؟ يعني إحنا برضه عايزين نعرف يعني إيه مدير toxic عامةً، وإزاي كنت بتتعامل مع المدير ده، لأن طبعًا زي ما حضرتك تعرف إن المدير toxic، يعني أنا شايف إن هو من اللي هو دايمًا بيقلل من شغلنا، إن هو دايمًا بيدّي طاقة سلبية، دايمًا شايفني إن أنا بيعطف عليّا إن أنا شغال معاه، فإزاي إن أنا أتعامل مع مدير زي ده؟ وحابين إن حضرتك تعرّفنا يعني إيه مدير toxic أصلًا. هو طبعًا أنت عرّفته مبدئيًا، بس هي فكرة الtoxic عامةً هو وارد جدًا يكون في حياتنا إنسان toxic. يعني إيه إنسان toxic؟ يعني هو بيدّي طاقة سلبية، ما بيقدرش يعيش في مجتمع سوي، بالعكس هو بيتغذى على فكرة السموم، إمم. يعني سواء على مستوى الفكر أو على مستوى العلاقات. المدير الtoxic الفرق ما بينه وما بين الشخصية الtoxic اللي في حياتك إنك وارد جدًا في وقت من الأوقات تاخد قرار إنك ما تتعاملش مع الشخصية التوكسيك اللي حواليك أيًا كان، تمام. لكن بالنسبة للشغل الموضوع مختلف، لأن إمم. هو مفروض عليك، خاصةً لو أنت لسه حد junior يعني ولسه إمم. مبتدي، ولقيت قدامك مدير توكسيك. إيه بقى المدير التوكسيك؟ هو اللي طول الوقت عامل بيئة في الشغل فيها توتر، ما بيدّيش كل حد حقه، مش حاطط limits للناس، دايمًا بيشوف العيوب، دايمًا سوري أنا آسف بيحتقر الناس، إمم. بيحتقر أفكارهم، على طول معيّش الناس والteam كلّه بلا استثنا في حالة توتر. تمام. ده اسمه مدير toxic. تمام. التعامل معاه إزاي بقى ده موضوع إمم. مختلف شوية. يعني هو حضرتك تقصد تقول إن يعني إن الناس اللي هم toxic عاديين إن أنا أقدر أستغنى عنهم بسهولة، لكن هو المدير ده خصوصًا إن هو مفروض عليّا، يعني أنا مش هاقدر أهرب منه، لأن هو في شغلي على طول، لكن الtoxic اللي هو كشخص إن أنا لو كده هابعد عنه عادي بسهولة. تمام. فبما إن حضرتك برضه قُلت إن هو بيسبب توتر، فالتوتر ده بينتج ضغط عليّا، فالضغط ده إزاي برضه باتعامل معاه؟ لأن هو أحيانًا المديرين اللي زي دي أو غيره بيفرض عليّا ضغط فوق الضغط اللي هو يعني هو شايف إن هو الضغط طبيعي، لكن هو الضغط بالنسبة لي over، لكن بالنسبة له هو إيه، طبيعي. فلمّا باجي إن أنا أقول له لأ ده ضغط بالنسبة لي مش طبيعي، فهو بيقول لي كده إن أنت بتتهرب، أو إن أنا كده مش شخصية متعاونة، فإزاي إن أنا أحس إن الضغط ده طبيعي أو مش طبيعي وأتعامل إزاي؟ طيب خلّينا بس نرجع خطوة شوية. هو الراجل الtoxic ده
بيتعامل معاك في اتجاهين، إمم. عشان بس قبل ما نقول فكرة الضغط من عدمه. الطريقتين اللي بيتعامل بيهم دي، يا إما هو عنده فكرة النقد الفني، يعني إيه نقد فني هنقولها، يا إما هو بيعمل نوع من أنواع الإهانة الشخصية. أوكي. النقد الفني ده ما فيهوش مشكلة، يعني وارد جدًا يكون هو بينتقد شغلك، إمم. بيتكلم على طريقتك، بيتكلم عن النتيجة أو الأداء بتاعك عامةً في الشركة، تمام. وده ليه حلول. أولًا أنت محتاج وأنت بتتعامل مع المدير الtoxic إن أنت تبقى محدد الشغلانة اللي أنت هتعملها إيه، أوكي. لأنك أنت لو سايب الدنيا كده يبقى في مشكلة. نمرة 2 محتاج إنك أنت تاخد كل حاجة ليها أبعاد time frame أنت هتنفذ فيه طريقة، وفي نفس الوقت لازم ترجع عليه أنا هانفذ إزاي، وحضرتك عايز النتيجة إزاي، وخلال قد إيه. صعب أوكي. أوي إنك تتعامل مع واحد toxic وتبقى سايب الدنيا مفتوحة. يعني أحُط limit. محتاج تحط limit، تحط الjob description بتاعك أنت بتشتغل على أساس إيه، أوكي. الفكرة بتاعة مين هيقوم بإيه. فإحنا لو بنتكلم على الراجل المدير اللي بينتقد أسلوبك المهني، فده نقدر نتعامل معاه بسهولة. تمام. النقطة التانية ودي المشكلة بقى الأكبر، لو هي فيها إهانة شخصية، إمم. يعني هو ما بيبصش غير لعيوبك، وبعدين بيتطاول سواء باللفظ أو بالإهمال أو بالاحتقار، يعني ودي حاجة إمم. بتبقى مش لطيفة، ودي أنت بيبقى محتاج لو إحنا بنتكلم أولًا يبقى عندك ضبط نفس، لإن أنت طول الوقت لو حطيت نفسك في مواجهة معاه فأنت هتخسر، لإن هو بيتغذى على الاستفزاز، ما بيعرفش يعمل حاجة غير كده، فهو بيقعد يستفزك علشان آه. يغلطك. فأنت مهم أوي إن أنت تتعامل معاه، إن أنت تبقى واصل معاه عند مرحلة إن أنت حاطط له حدود. أوكي. الحدود دي مهمة جدًا، لو هو بيوجهك لأي صفات شخصية بمنتهى الأدب والأخلاق والهدوء، قُل له بعد إذن حضرتك إحنا محتاجين نركّز على شغلي الأساسي، ولو في أي توجهات من حضرتك قُل لي عليها. لو حضرتك شايف إن أنا عندي تقصير، قُل لي حضرتك إيه التقصير في الشغل، وأنا إزاي أنمّيه، وفي نفس الوقت أوصل للنتيجة اللي حضرتك عايزها. ده مهم أوي عشان خاطر أقدر أتعامل، وأكون باتعامل بحرفية، وأبقى فاهم الراجل ده عايز منّي إيه. يبقى النقطتين الأساسيين، لو هو بيتكلم في نقد مهني، يعني أوكي. بيتكلم على طبيعة شغلك، لو أنت راجل محاسب، فأنت ما بتدّيلوش report مضبوط، إمم. يبقى أنت فعلًا عندك مشكلة، اللي واخد هو بالك؟ الفنيّة. لو أنت حتّة مش عارف تتواصل مع مجموعة إدارات جوّه الشركة، إمم. وأنت مش عارف تتواصل بشكل مضبوط، ده نقد مهني وده يُحترم، حتى لو بيتقدم بطريقة aggressive فأنت تقدر تاخد منه وتتعلم. لكن الجزئية التانية دي لأ، محتاجة بقى دي خطوط حمرا، ولازم تحط limits كده معاه، إن هو ما يتعدّاهاش معاك بأي شكل من الأشكال. أوكي. يعني أنا بمناسبة المواقف دي، يعني أنا بيحصل معايا في الشغل أحيانًا إن أنا فعلًا مديري لمّا جيت أتكلّم معاه فترة، هو ادّاني تاسكات كتير جدًا، هو أنا أوكي، باعرف أعمل كل التاسكات، بس لمّا جيت اتكلّمت معاه في حتّة إن أنا ادّيني task معيّن، إن أنا عشان أعرف أعمل الحتّة دي، قال لي: "لأ، إحنا هنا في الشغل ما فيش حاجة اسمها تتخصص في حاجة معيّنة، أنت بتعمل كل حاجة." فأنا في اللحظة دي خُفت أتكلّم معاه عشان ما يحسّش إن أنا مقصّر يعني، أو إن هو يحس إن أنا مش متعاون معاه، فهي دي برضه الحتّة اللي حضرتك وضّحتها إن أنا لأ، لازم أحُط إيه، limit إن أنا الجزء ده على الأقل برضه عشان ما يحطّنيش في load مش طبيعي. ف بس هو برضه عايز أركّز معاك في جزئية مهمة، في بداية شغلك لمّا بييجي المدير يطلب منّك حاجة، أنت لازم تحط لنفسك سقف معيّن، إمم. لإن هو بالبلدي كده هو ده السقف اللي أنت هتحدّده، هو اللي أنت هتعيش تحتيه. فأنت لو اخترت أو وافقت على حاجة ما تخُصّكش، أو مش من طبيعة شغلك، أو مش من ضمن الjob description بتاعك، هيبقى أنت اللي عندك مشكلة. أوكي. وفي نفس الوقت في حاجة اسمها اليس مان وفي حاجة اسمها النو مان. إمم. اليس مان ده اللي بيقول على كل حاجة، وده بيعاني لأن بعد كده أي حاجة بيعملها favor اللي بيحصل إنها بترفلكت عنده بمشكلة أكبر، لأن الfavor اللي عمله ده بيتحول لtask بالنسبة له يُقيّم عليه ويُحاسب عليه، ودي إمم. مشكلة أكبر. النو مان ده اللي هو الراجل اللي هو إيه، بالبلدي كده، البحر ما فيهوش مَيّة. يعني إيه، أنا أحيانًا باعاني مع بعض المديرين عندي، هو بيدوّر على النقطة السلبية اللي موجودة في الشغلانة، وهي دي اللي بتنوّر بالنسبة له. آه. يعني حتى المرؤوسين بيبقى فيهم toxic إمم. ليه؟ هو مش شايف نقطة إيجابية،
حتى مش بيعرف يرد مثلا يقول ايه، طب احنا ممكن نحاول نعملها. إمم. يعني ما تستسهلش كلمه ما ينفعش. أوكي. مهم قوي انك انت تفهم الشغلانه دي هتتعمل، الهدف اللي وراها ايه، هتتعمل ولا لا، حتى لو كان فيها صعوبه. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل ايه، نرتب احنا ممكن نعملها ولا لا. ولما تيجي تطرح الفكره لازم توصل مديرك لفكره ايه، طب احنا ممكن نعملها بس بالطريقه الفلانيه، او ممكن نعملها مش دلوقتي لكن بعد كده. لكن لما تقفل في وشه كلمه لا مش هينفع، إمم. هيعرف ان انت ايه، مش عايز تشتغل. أوكي. وبناءً عليه هيقول الراجل دوّة سلبي، إمم. وبناءً عليه لمّا يبقى في evaluation والّا يبقى في مثلًا زيادات إمم. أو إلى آخره، هتبقى أنت بالنسبة له عقبة، لأنك ما بتنفذش. أوكي. هي إضافة حلوة جدًا، يعني هي فعلًا نحط limit وفي نفس الوقت هو ما يجيش بطريقة سلبية علشان بعد كده يبقى ليّا تقدير معاه، فده بالضبط، كويس. فاللي هو بالضبط، الlimit بس والّا هو اللي هو limit سلبي جدًا، والّا هو limit اللي هو يخلّيه إن أنا يبقى حقه مُكتسب؟ بالضبط. آه. طب هي في اللحظات دي برضه يعني لمّا بيحصل ضغط أو بيحصل أي حاجة، أحيانًا باحس إن أنا فيّا مشكلة، أو بافضل دايمًا باسأل نفسي هل المشكلة فيّا؟ والّا المشكلة في المكان، والّا المشكلة في إيه بالضبط؟ وإمتى لمّا أحس بحاجة غلط أقدر أسيب المكان وأمشي؟ يعني ديّة دايمًا تساؤلات دايمًا لمّا بتحصل وقت الضغط direct على طول أفكّر لأ أنا هامشي من هنا، أو إن أنا لأ هادوّر على فرصة تانية، أو أنا هاعمل CV وخلاص بقى أنا هاسيب هنا وأمشي، وأرمي بقى التلميحات والكلام ده. فأنا في اللحظة دي المشكلة فين؟ يعني ده اللي أنا بُص، عايز أنت أعرفه. أنت مبدئيًا كده قُلت 3 أسئلة في بعض. إمم. السؤال الأولاني إمتى أعرف إن في ضغط والّا لأ، أوكي؟ فخلّينا يعني نفرّق ما بين فكرة الضغط الطبيعي والضغط غير الطبيعي. الضغط الطبيعي ليه أشكال معيّنة. يعني إيه؟ يعني مثلًا هنفترض إن في شركة بيع، تمام. شركة البيع دي أعلى فترات بيبقى فيها ضغط وبيبقى فيها بيع هي أول الشهر. إمم. ليه؟ لأن لو أنت مثلًا بتطلّع شغل بتاعك credit ومدّي للتجار مثلًا أو مدّي للعميل فترة سماح شهر، تمام. فمن يوم 1 في الشهر الراجل بيجري عشان يشتري منّك عشان يفضل قاعد معاك لمدة شهر البضاعة معاه لغاية ما يبيعها. بالضبط. فلمّا يبقى في ضغط في أول الشهر يبقى ده طبيعي، تمام. ده ما يبقاش فيه مشكلة. آه. دي نمرة 1. نمرة 2، لمّا يبقى الضغط مش عليك أنت بس ومتوزّع على مستوى الكل، فده ضغط مقبول. ليه؟ إحنا بنمُر بظروف معيّنة. نمرة 3 ودي نقطة برضه مهمة، بتلاقي مع الضغط إن في تقدير، تقدير لمجهودك، مش لازم يبقى التقدير مادي، بس يبقى في كلام، في تحفيز، صح. واخد بالك؟ فلو ما فيش الكلام ده يبقى إحنا بصدد ضغط غير طبيعي. إمم. وده بقى اللي بيدخّلنا مع الراجل اللي هي من ضمن صفات الراجل المدير الtoxic اللي الtoxic. هو إيه بقى، ما عندوش عدالة في توزيع الأحمال. بالضبط. يعني إيه، مشيّل رامي طول الوقت الشغل، إمم. واخد بالك؟ في نفس الوقت رامي عمل الشغل، بس برضه في نفس الوقت ما بيقيّموش صح، إمم. تمام. أو ما بيقدّروش صح. نفس الوقت اللي هو رامي بس اللي مضغوط والباقيين كلّهم ما بيعملوش حاجة، تمام. واخد بالك؟ تمام. يعني رامي بس اللي قايم بالشغل، اللي هو إيه، أنا هاحارب لوحدي. بالضبط. يا جماعة ما هي الشركة عبارة عن ما إيه، مجموعة. إمم. إحنا باكلّمك على فكرة الsupply chain، فكرة الchain دي معناها حلقات بالضبط. متواصلة مع بعضها. الشركة كلّها عبارة عن chains. أنت بتبيع عشان خاطر تاخد الفلوس، والفلوس دي بتروح للحسابات اللي هي بيها بتقبض في الآخر، إمم. ده باختصار. فلازم نفرّق ما بين الضغط الطبيعي والضغط غير الطبيعي. الطبيعي مقبول في الصور اللي إحنا قُلنا عليها، تمام. غير الطبيعي ده اللي مش مقبول ومحتاجين إن إحنا لأ، نبُص عليه بطريقة مضبوطة، وتبقى أنت محتاج تعرّف أنت شُغلتك إيه بالضبط، أو إيه الدور المفروض تقوم بيه. جميل. جميل. ده السؤال الأولاني. آه. السؤال التاني كان إيه بقى؟ السؤال التاني اللي هو إمتى إن أنا لو شُفت حاجة معيّنة أقرر إن أنا أمشي فورًا، يعني بعد الضغط ده هل الضغط السلبي ده يخلّيني سبب من أسباب إن أنا أمشي فورًا، والّا بُص، في حاجة؟ هو بيبقى في أحيانًا ضغط نفسي غير طبيعي، إمم. بس أنت عشان تقيّم الشركة في الأول وفي الآخر لازم برضه تسأل نفسك كذا سؤال. إمم. أولًا، هو أنت بعد فترة معيّنة في الشغل، أنت حاسس نفسك اتطوّرت والّا لأ؟ جميل. حاسس إن في إضافة ليك والّا لأ؟ ده مهم أوي. أنا إمم. لو لاقي إن أنا النهارده لأ، في إضافة واتعلمت حاجة، وبقى عندي tasks معيّنة وأقدر أملى CV محترمة أودّيها في أي حتة فيقولوا لي آه، لأ دي ليها weight، دي نقطة مهمة.
نمرة 2 هل في انعكاس على حالتك النفسية؟ أنت كاره كل يوم الصبح أيوه الموبايل يرن عشان تروح الشغل، دي مشكلة كبيرة. طبعًا. النقطة التالتة، هل ده بينعكس كمان على صحتك؟ إمم. ما هي الحالة النفسية دي يعني أنا فاكر في سنة من السنين كنت باشتغل في شركة، في واحد سواق اتضغط عليه نفسيًا لغاية ما جاله مرض في الدم، ياه! أنت متخيل؟ طبعًا. يعني حاجة صعب كده جدًا. كانت صعبة أوي. نمرة 4 هل ده بينعكس على حياتك الاجتماعية بشكل مبالغ فيه؟ دي صح أسئلة مهمة جدًا، أوي، جدًا. يعني أنت بتلاقي نفسك منفعل على الناس اللي في البيت، مش عارف تخرج مع أصحابك، طول الوقت متوتر، اللي هو بالبلدي كده بتخانق بتبان وشّك. بالضبط. كل دي حاجات مهمة أوي إن أنا أعرفها، هو في مشكلة فيّا والّا في الشركة؟ لمّا تلاقي نمرة 5 الturn over أصلًا بتاع الشركة، الناس بتيجي وتمشي، تيجي إمم. وتمشي، يبقى أكيد في مشكلة في الشركة. نمرة 6 ودي برضه نقطة فارقة، إنّك أنت تحسّس إن الteam كُلّه شغّال في توتُّر، في إمم. خوف، بالضبط. وبعدين إيه بقى، فاكر برضه كان في حد الmain task بتاعه إنه يقول لك عشان خاطر ما أعملكش مشكلة، ما تخلّيش الكورة في رجلك. إمم. يعني إيه؟ ما هو اللي شايل الكورة في رجله هو اللي شايل المسؤولية، فشطارتي أنا دلوقتي إن أنا أعمل إيه، إن أنا أشيلها من رجلي، بغض النظر هي هتروح لحد صح والّا غلط، زي فكرة كرة القدم، بالضبط. مش طول الوقت عشان تأمِّن نفسك ترجّع للجون، إمم. هي الفكرة كلّها أنت إزاي لو أنت playmaker إزاي تودّي الكورة لحد هيعرف بيها يعمل إيه، نوعية يجيب جون، بالضبط. واخد بالك، هو ده الهدف، إمم. يعني إحنا النهارده لو إحنا بنتكلم على فريق كورة، الفريق كلّه هو اللي بيفوز مش شخص. بالضبط. فدي برضه نُقط مهمة أوي أنت محتاج تبُص عليها، لو هو الجو فيه توتُّر وأنت متوتِّر وأنت ما بتتعلّمش حاجة جديدة وفي نفس الوقت ما فيش أي نوع من أنواع التقييم أو التقدير، طَب أنا إمم. هاقعد أعمل إيه؟ صح جدًا. يعني أنا شخصيًا في بداية حياتي في الشغل فعلًا، كنت باعتقد دايمًا إن أنا لأ، لازم أضغط وكذا، وكذا عشان إن أنا أثبت نفسي قدّام المدير وكده. لكن مع الوقت فعلًا لمّا كنت باشتغل مع مديرين كويسين، كان بينصحوني دايمًا إن الشغل فعلًا مش ضغط على طول ومش مادة بس، يعني دايمًا يقول لي: "اختار الشغل يبقى مدير وحالة نفسية." زي ما حضرتك قُلت حقيقي، بالضبط، طبعًا، لقينا وحالة يعني إن أنا أقدر أكمّل، لإن فعلًا الشخص بيمُر إن هو لو صاحي الصبح وهو مش طايق إن هو يروح الشغل، هو كده بقى في حالة نفسية بشعة. ف فدي من الأسباب فعلًا اللي أنا اكتسبتها برضه في حياتي. فده برضه يعني بيأكد علينا حاجة تانية، اللي هو من ضمن الحاجات دي اللي هي بتكمّل معانا، اللي هو وأنا شغّال برضه لو جالي فرصة تانية أو اتعرض عليّا أي حاجة مناسبة أكتر، فإزاي إن أنا آخُد قرار أسيب الشركة أو المكان اللي أنا شغّال فيه بس بشكل مناسب. يعني إحنا كان دايمًا يتقال لنا كلمة اللي هو خلّي الباب موارب، يعني إزاي أمشي بشكل صح إمم. سواء حتى هي المكان وِحِش أو حلو، فحضرتك بُص أولًا أنا فارق معايا إن أنت حتى وأنت موجود جوّه الشركة، إنّك أنت تكون بتبني في نفسك، بتبني نفسك، بمعنى يعني مش ألطف حاجة أنا لمّا بييجي لي حد يقدّم مثلًا في أي position من اللي إحنا باتكلّم فيه تبع الsupply chain باركّز أوي في فكرة هو قعد في الشركة اللي قبليها قد إيه، إمم. وإيه اللي بناه في الشركة، يعني تخيّل أنت مثلًا جاي لي واحد بقى له 6 شهور في الشركة اللي هو عايش فيها، والشركة اللي قبليها قعد فيها سَنة، والشركة اللي قبليها قعد فيها 3 شهور، إمم. أنا كمدير ما أقدرش أبني عليه حاجة، بالضبط. يعني أنا لو عندي project جديد أو عندي حاجة محتاج إن أنا أعملها أنا no way إن أنا أعتمد عليه، ليه؟ لإن هو أنا مش ضامن هيسيبني ويروح فين، واخد بالك، ومش ضامن هيسيبني إمتى، إمم. ومش ضامن الquality اللي هيشتغل بيه خلال الفترة اللي هيبقى معايا فيها. فالنهارده مهم أوي أولًا إن فعلًا الشغل مش فلوس وبس، لأ فلوس وخبرة، الوقت إمم. اللي أنت بتقعده ده وبتتعلم وبتغلط ده فلوس، بالضبط. إنك أنت النهارده تقول إن أنا بقى لي فترة موجود في شركة وبنيت وعملت career path بشكل أو بآخر في نفس القصة، ده في حد ذاته فلوس. إمم. إن أنا أبقى بادوّر إن أنا أعمل لنفسي مثلًا career مختلف، إن أنا أدوّر إن أنا أعمل لنفسي تطوير بقى بإن أنا آخُد course، الحاجات دي كلّها بالضبط. مهمة أوي بحيث إن أنا أعمل CV محترمة، وفي نفس الوقت لمّا آجي أخرج من الشركة دي عشان فكرة الباب الموارب اللي أنت قُلت بالضبط. عليها، ما ينفعش أبقى ماشي وأعمل مشاكل، إمم. عشان كده في حاجة اسمها exit interview في الشركات الكبيرة بيقعد معاك يقول لك أنت ماشي ليه؟ طب إيه اللي حصل؟ طب إيه اللي مضايقك؟ طب هل الموضوع فلوس؟ طب لو إحنا هنزوّدك هتقعد تعمل إيه؟ إمم. الحاجات دي كلّها مهمة أوي، أوي
علشان خاطر لو فرض بعد سنة، بعد سنتين ربنا رتّب لك الخير وبقيت مثلًا مدير في مكان، ترجع لنفس الشركة على position مختلف، بشكل بالضبط. مختلف، وبمرتب مختلف. علشان كده لمّا تيجي تخرج، لو أنت خارج بسبب الراجل الtoxic فاكره أنت صح؟ أوعى طبعًا. تكون نسيت. لأ طبعًا. الراجل الtoxic ده لو أنت خارج بسببه، فأنت محتاج وأنت بتعمل بقى إنك أنت بتخرج، أولًا بتبعت mail مهم أوي، إنك أنت بتقول أنا يعني يبقى في خطاب مهني كده، أنا يا إمم. جماعة خارج، بادوّر على فرصة تاني أفضل. مهم أوي إنك أنت ما تستعرضش بأي شكل من الأشكال السلبيات اللي موجودة في المكان، أوكي. ما تشوّهش صورة حد، ما تعملش بقى أي نوع من أنواع إن أنا باشتكي إن الناس دي ما بيراعوش نفسيتي، لأن ده معناه إن أنت مش راجل professional خالص، ده إمم. شغل في الأول وفي الآخر. لو أنت كان عندك مشكلة مع حد، فأنت كان عندك مشكلة مع نفسك الأول إن أنت ما قدرتش، ودي برضه من ضمن الحاجات اللي أنت محتاج تتعامل فيها مع الراجل الtoxic، إنك توثّق كل شغلك معاه. آه. أنت ما عندكش صح. إيميلات، ما عندكش مثلًا حتى النهارده الchat اللي ما بينك وما بينه، ده document. بالضبط. فأنت لو أنت مش عامل documentation بشكل أو بآخر، فأنت ما عندكش حاجة تقولها آه. وأنت جاي تمشي، غير إن أنت بتتعامل في شركة بشكل نَفْسي، وده حاجة مش ألطف إمم. حاجة يعني لو إحنا بنتكلم على شركة كبيرة. عشان كده أمّا تيجي تخرج بشياكة كده، يعني إحنا بنقولها بشياكة، يعني بالضبط. هتخرج آه. بشياكة تقول يا جماعة أنا مبسوط إن أنا كمّلت معاكم فترة معيّنة واتعلّمت فيها، وأنا ليّا أسباب معيّنة فأنا محتاج أمشي، وإن شاء الله أنا لو حد سألني على شركة شاطرة فأنا مش هالاقي أحسن منكم، بس أنا بادوّر على مكان تاني أغيّر بقى فيه الcareer بتاعي، وما حدّش عارف يمكن أرجع لكم تاني بشكل تاني يعني. جميل. مهم أوي يعني بُص النهايات بتفرق. علشان خاطر إيه، يعني أنا فاكر إن في فترة من الفترات في بعض الناس بتلاقي وهو ماشي بيتعمل له حفلة، آه. دي واخد بالك، وبيدّوا له هدية وبيتصوروا معاه وبيقولوا له الشركة دي بيتك لو حبيت ترجع فيها في أي وقت إمم. يبقى كويس، وفي ناس بتعمل لها محضر في القسم، على طول ده حقيقي. بالضبط يعني في كذا واحد خَد اللاب ومشي، أيوه. قعد استنى لغاية ما قبض، ما سلّمش عُهدته، ما عملش hand over محترم. بالضبط. فدي مشاكل. وبعدين الكارثة الأكبر أنتم هتعرفوها فيما بعد، إن الشركات عارفة بعض، طبعًا. والمديرين الكبار بيلفّوا ما بين الشركات دي، واخد بالك، بالضبط. فهتلاقي اسمك سمعتك جات. بالضبط، وده أهم. آه. يعني فكرة إنك أنت تدوّر على سُمعتك آه. ده حقيقي، أنت بتبني سُمعة، الموظف اللي سُمعته كويسة، لأ بتلاقي الناس بتتكلم عليه كويس، وبتلاقي الناس بتتهافت عليه بشكل أو آخر. فالانسحاب الذكي مش ضعف، ذكاء. فاهمني؟ إنّك أنت طبعًا. تنسحب بشكل كويس، بشكل مهذّب، من غير ما تعمل مشاكل، ده مهم أوي. فعلًا النقطة دي يعني إمم. زي ما حضرتك وضحتها، يعني أنا اتعلمتها فيما بعد، يعني لأن فعلًا أنا شُفت بعينيّا أنا فعلًا إن في ناس بتمشي بتعمل مصايب، يعني أنا اللي بيسرق data فعلًا أو بيعمل زي ما حضرتك قُلت بالضبط، فيعني توضيح النقطة إن فعلًا الشخص يمشي بشكل شيك دي لأن فعلًا ممكن يحتاجوه بعد كده، يعني إن بالضبط. هو أصلًا وارد إن المدير الtoxic ده يمشي وبعد كده يحبّوا إن هم يرجّعوا الناس الكويسة تاني، فممكن أنا أبقى من ضمن حقيقي، الناس دي فعلًا. حقيقي. فيعني أنا باشكرك جدًا على التوضيح حبيبي، ده بجد، وأنا مبسوط جدًا إن أنا صوّرت الحلقة دي مع شرف ليّا، حضرتك، تعيش. و والحاجات اللي وضحت دي كتير، وعشان برضه حتى الناس ما تحسّش إن هُم لوحدهم، يعني في أغلب الناس بتحس لأ، إن هو لوحده، إن أنا في الشركة دي فأنا لوحدي ما فيش حد زيي خالص، لكن لأ، بالعكس هي حالة عامة، أعتقد يمكن بنسبة ممكن ندّيها 80% إن موجودة في حالات كتير، فأنا باشكرك جدًا حضرتك شكرًا فعلًا ليك يا وضّحت رب. الحاجات دي لينا النهارده. وما ننساش اللايك والسبسكرايب، وما ننساش طبعًا نفعّل الجرس عشان هُم بيقولوا لي من ورا الكاميرا إن إحنا نفعّل الجرس، عشان هُم بيأكدوا على الموضوع ده جدًا، وإحنا فعلًا مستنيين أي اقتراحات منكم أو أي آراء أو أي أسئلة، وإحنا نوعدكم إن إحنا هنوفي بيها في الحلقات الجاية، فدايمًا استنونا في الحلقات الجاية، وعايز أقول لكم إن الشغل هو ما إلا عزيمة وإصرار، وإن أنت قيمة ومش رقم، فدايمًا روح وأتمنى إن أنتم تسمعوا الحلقة وتعملوا بكل نصايح مستر بطرس، لأن حقيقي يعني أنا باشكره جدًا للمرّة التانية على المعلومات الجميلة دي. مستنيينكم الحلقة الجاية، باي باي.